مش قادر أصدق قد إيه الإعلام السائد في أستراليا غبي. واضح إن هم عايشين في فقاعتهم الخاصة، ما كانوا مش مركزين في اللي بيحصل في العالم. ترامب دمر الإعلام السائد والثقافة المرتبطة به. هو فعلا دمره. أنا مش بقول إن ترامب مثالي. عارف الحكاية المشهورة بتاعت امسكهم من اللي قالها؟ هم هاجموه. كانوا فاكرين إن هم لسه عايشين في العالم القديم اللي فيه يقدروا يكشفوا عيوب شخصية الشخص وده هيخليه يختفي. ترامب غير كل ده. ترامب قال دي كانت هزار أو كلام أوضة اللبس. أنا مش مثالي، بقول حاجات وحشة عادي. كل الناس بتقول حاجات وحشة في السر. كل الناس فعلا بتعمل كده. مفيش حد يقدر يقول إن عمره ما قال حاجة زي كده في السر. أكيد قلت. هو ما كانش المفروض يتقال، بس اتقال. فأنا بتكلم عن حاجة أكبر من كده. بس لسبب ما دلوقتي الموضوع ده بقاله كام 10 سنين. أستراليا شكلها كده متأخرة 10 سنين ورا. فدلوقتي بيهاجموا بولين هانسون. تمام؟ هما بيهاجموا بولين هانسون عشان اتكلمت مع تومي روبنسون اللي هو مدان ومتطرف يميني ومعادي للمسلمين ومتعصب. تمام، هو كان شغال في المملكة المتحدة من 10 سنين. بس تومي روبنسون دلوقتي بقى زي رمز ثقافي هناك. الناس مش فارق معاهم المشاكل اللي في حياته الشخصية. الناس مش مهتمة بده. عارف ليه؟ عشان احنا مهتمين بمواضيع أكبر بكتير من اللي بيقولوا عليه إدانته في قضية احتيال تأميني اللي تومي روبنسون خدها من 10 سنين. تمام؟ احنا مهتمين أكتر بقضايا تانية زي عصابات الاستغلال الجنسي وزي الهجرة الجماعية وزي تآكل هويتنا الثقافية. ده اللي الناس فعلا مهتمة بيه. عشان كده الناس ممكن تتجاهل الحاجات التانية. من ناحية عندك ناشط نظيف جدا عمره ما تدان في أي حاجة لكنه أكبر مؤيد للهجرة الجماعية. ومن الناحية التانية عندك واحد زي تومي روبنسون عنده عيوب بس بيتكلم عن كل الحاجات الصح اللي مقلقاني. عصابات الاستغلال الجنسي، الهجرة الجماعية، الغزو الإسلامي وكل الحاجات دي. تفتكر مين المفروض أركز معاه أكتر؟ أكيد هركز مع تومي روبنسون أكتر. أنا مش فارق معايا بولين هانسون قالت إيه من 30 سنة. حتى لو ممكن يتبرر بصراحة، ده مش حاجة فظيعة زي امسكها من كسها. بس حتى لو كانت قالت كده امسكهم من. مش شايف إن الناس هتهتم بده دلوقتي. بص على ده. أيقونة أسترالية تانية كارل ستيفانوفيتش، مش ستيفانوفيتش، كارل ستيفانوفيتش قعد مع تومي روبنسون من حوالي شهر. والإعلام التقليدي ضغط على قناة ناين عشان يطردوه وفعلا طردوه. هو دلوقتي حر. هو دلوقتي هيبقى خارج عن السيطرة. صدقني هيبقى أكبر صداع لكل الناس التانية لأنه دلوقتي بقى حر ومطلق العنان. دلوقتي مش مضطر يتبع أي سياسة تحريرية لقناة ناين. محدش هيعرف يسيطر عليه دلوقتي. تمام؟ فهم هاجموه. بولين قالت انتوا فصلتوا كارل ستيفانوفيتش لمجرد انه اتكلم مع تومي روبنسون. هو اصلا مش شخص وحش للدرجة دي. انا بدافع وبساند تومي روبنسون من اول ما عرفته في 2009 او 2010 او حاجة زي كده. وانا عارف كويس انه مش عنصري. انا قابلته كذا مرة. هو مش عنصري، هو زي اي حد تاني. هو بس مش عايز بلده تضيع، بس كده زي اي حد تاني. فشوفوا كده يا جماعة، شوفوا كده. خليني أشغلكم الفيديو ده الأول عشان تبقوا عارفين. قناة 7 واحدة من القنوات الرئيسية في أستراليا رافقت بولين بإذنها. هم غطوا رحلة بولين هانسون للندن أو للمملكة المتحدة. إيه ده؟ لما رجعت الفيديو ده في الأول فعلا قلت إن واضح فيه كاميرات غير كاميرات فريق تصوير تومي روبنسون، وطلع فعلا إنها كانت قناة 7. خد حاجتك وامشي من هنا، انت مش هتعمل أي حاجة. عارف قال ايه؟ وطبعا تومي روبنسون ما عرضش الجزء ده في الفيديو بتاعه وده عادي جدا. ده كان الراجل اللي شعره غريب لما هاجم تومي روبنسون وقال له انا هكسر لك بقك او اي كلام كده، مش فاكر؟ انا ضربتك من 10 سنين. وتومي روبنسون قال له انا مش فاكر اي حاجة. ودلوقتي اظن تومي بيرد عليه وبيقول له انت مش هتعمل اي حاجة يا صاحبي، انت مش هتعمل حاجة. وده نفس الاسلوب بالظبط. ده بالظبط الاسلوب اللي لازم تتكلم بيه معاهم. تمام؟ ده هو الأسلوب الوحيد اللي بيفهموه. وخد كلامي ده، الأسلوب ده هيبقى أقسى وأقسى لأن الناس اللي عايزين يبقوا إرهابيين دول ما عندهمش ناس كفاية في صفهم. دلوقتي هم بيتصرفوا، دلوقتي هم جريئين قوي، بيتصرفوا كأنهم جامدين وشجعان.
الراجل ده كان قصير قوي، كان أصغر حتى من تومي روبنسون، وكان بيهدده إنه هيضربه، والقناة السبعة ما عرضتش الجزء ده، أيوة. بس عرضوا جزء تومي روبنسون، وده اللي بنقصده لما نقول تقرير تشهيري. هم عرضوا رد فعل تومي روبنسون على تهديده، لما تومي قال له أنت مش هتعمل أي حاجة، وده عادي جدا. أنا كمان كنت هقول نفس الكلام، أنا كنت هرد بشكل أسوأ من كده بكتير. شوف كده. تمام، آسف يا بولي. تعال واسألني يا أخي، تعال واسألني يا أخي. آسف قليل. شفت كفاية. ده ليام بارتلت، هو كمان رمز أسترالي، بس أنا بدأت أفقد شوية احترام ليه، مش قوي يعني. أظن إنه لسه بيقوم بشغله، هو جزء من العالم التقليدي، دي طريقة الإعلام التقليدي. زي ما قلت، هم كانوا فاكرين إنه لو مش بتحب حد يبقى دور على حاجات وحشة في ماضيه وشوه سمعته، وده مش بالضرورة يكون كذب، لأن إمتى لما يطلعوا عليك حاجات وحشة الحاجات دي فعلا تخصك. هم فاكرين إن خلاص الجمهور هيكمل الباقي. خليني أطلع شوية حاجات من ماضيك، وده المفروض يدمرك. في العالم القديم زي ما قلت قبل دونالد ترامب، ده كان بيحصل طول الوقت، بس دلوقتي ما بقاش بيحصل. كل ما تطلع حاجات أكتر على الزعماء الشعبويين دول، كل ما شعبيتهم بتزيد. ده ببساطة نظام العالم الجديد، عشان السوشيال ميديا دلوقتي بقت مدينة صوت. بولين هانسن مهما طلعت عليها حاجات، بولين هانسن تقدر تعمل 10 بودكاستات وتشرح وجهة نظرها، والناس هتقول عارف وبعدين مفيش حد كامل، كلنا عملنا حاجات غبية في حياتنا. يعني إيه لو هي قالت كده أو كده؟ أنا كمان هشغلك الفيديو ده قريب، اتفرج على ده. مع أخي هي مسؤولة منتخبة. تمام. هل تعتقد أن ارتباطها بشخص زيك ممكن يكون عيب على نجاحها الانتخابي أو العكس؟ بس للناس اللي بتسمع للإعلام الكاذب، صح؟ الناس اللي بيسمعوا بولين هانسن عارفين إن الإعلام بيكذب. يعني أنت كده بتعمل زي ترامب، صح؟ يعني الغلط على الإعلام هو اللي بينشر معلومات غلط. لا فعلا الغلط على الإعلام، السبب إنك ما قدرتش تعمل النقاش ده، والسبب إن ما حدش كان مسموح له يتكلم في الموضوع ده، هو إن الإعلام هاجم أي حد حاول يتكلم فيه، واتهموا إنه يميني متطرف وعنصري ومتطرف. أنا مش بتكلم على الحقائق، أنا بتكلم عن شخصيتك. طيب بالنسبة لشخصيتي، عمري ما اتقبض علي ولا اتسألت في أي حاجة ليها علاقة بالعنصرية أو الكراهية في حياتي. بس الطول ده. هي كلمة تومي، عندك إدانتين بسبب اعتداءات عنيفة. إمتى كانوا؟ إدانتين. أيوه. واحد كان ضابط شرطة خارج الخدمة. أيوه، لما كنت عندي 20 سنة. وبعدين أنا عندي 43 سنة. أنت لسه قايل لي كده. إيه النور ده؟ أنت لسه قايل ما فيش إدانات بالكراهية. كراهية أو عنصرية. طيب أنت مش شايف إن ضرب راس ضابط شرطة خارج الخدمة برجلك ده كراهية؟ أنت مش شايف ده كراهية؟ أنت قريت محاضر المحكمة؟ هو هاجمني. ممكن لحظة، ممكن لو سمحت. الحقيقة لو قريت القضية، هو هاجمني. أيوة، هو خسر الخناقة. أيوة، أنا ركلته، وده اللي خلاني أتجاوز حدود الدفاع عن النفس. القاضي وافق إن كل اللي عملته كان دفاع عن النفس لحد ما ركلته. يعني لو هاجمتني دلوقتي أو عملت كده هضربك. لا، دي مش مشكلتي. تمام، مش ذنبي، صح؟ ايوه، اتدنت وانا عندي 20 سنه. انت كويس. عايز تتكلم عن الإدانات التانية؟ ممكن لو حابب، بس انا مش عايز. ايه؟ احتيال بجواز السفر، لا احتيال في الرهن العقاري، ملاحقه. ملاحقة امرأة. طيب احنا مش عميان، احنا جينا معاك واحنا وثقنا احتيال بجوازات السفر. أظن إنه راح أمريكا بطريقة غير قانونية علشان يثبت إن أي حد يقدر يدخل. احتيال في الرهن العقاري، هو رشح سمسار لأحد أصحابه علشان ياخد قرض. السمسار ده كان نصاب، مش عارف إذا كان تومي كان يعرف إنه نصاب ولا لأ، مش عارف على الموضوع ده، بس برضه حتى لو كان عارف ماشي. مش بقول إن تومي روبنسون ملاك، أنا مش عارف ومش فارق معايا الحاجات دي كلها. اللي يهمني هو اللي بيقوله، سواء كان صح أو غلط. يعني زي ما بيقولوا ما تهاجمش اللي بينقل الرسالة. صح. ما تهاجمش اللي بينقل الرسالة. هو اغتصب حد، هو قتل حد، هو بيتكلم على الحاجات دي. فده اللي بيقولوه بولين هانسون. خليني أوريك شوية حاجات، خليني أشغلك الفيديو ده، لازم ألاقي الفيديو ده دلوقتي. يلا نشوف بقى الفيديو وبعدين هوريك إيه اللي بيحصل في أستراليا. انا كنت عندي 20 سنه وانت؟ طيب عايز تتكلم عن الإدانات التانية؟ انت ممكن لو حابب اشرح نتكلم عن تزوير جواز السفر. ايوه. تزوير في الرهن العقاري وكمان مطاردة واحدة ست. كانت صحفية. طيب احنا مش عميان، احنا جينا معاك سجلنا كل اللي بتقوله وكل اللي كنت بتعمله. فكرة الإعلام المزيف دي مش عارف جبتها منين، بس ده مش حاصل هنا. انا شايف ده بس مزيف. انا بسالك، ده بالضبط الاعلام المزيف. ما تشغلش بالك بالتصنيف ده. جاوب على السؤال بس.
كنت أتمنى أني ما كنت في 10 سجون. أيوة، كنت أتمنى كل الحاجات دي. للأسف الكل كان ساكت عن اغتصاب بلدنا كلها. أنا ما كنتش كده، فأنا لا، مش مثالي ومش بدعي إني مثالي. أنا مش بدعي إني قاعد هنا بصور نفسي ملاك، وعشان كده أنا من مدينة زي دي مدينة صعبة. أنا تربيت تربية قاسية. أيوة، ولو ما كنتش تربيت التربية دي كنت هخاف أتكلم. وأنت ممكن تفضل تصرخ في الناس وتناديهم بأي كلام يعجبك، وممكن تستخدم الإعلام عشان تحاول تقلل من الموضوع. الناس حتكون مع ناس زيي وزي بولين، هم شايفين الحقيقة من غير لف ودوران، مش فارق معاهم هم شايفين دعنيهم. أيوة، هل المفروض أي مدينة أسترالية تبقى زي باكستان؟ لا. سؤال بسيط. وخلاص كده بالنسبه لنا احنا الاثنين. وخلاص كده بالنسبة لنا احنا الاتنين. دلوقتي خليني أوريك إيه اللي بيحصل في أستراليا. تمام؟ أنا أأتمن تومي روبنسون على حياتي أكتر من الست دي. ده أقل مستوى ممكن توصل له، وده مقرف ومخزي. اللي مخزي فعلا إنك موجود في أستراليا، ده فعلا مخزي. مقابلة عملتها هانسن مع مجرم مدان. عارفة، واحدة محترفة في نشر الكراهية ضد المهاجرين والمسلمين وبتدعم تفوق العرق الأبيض. لا، هو مش من أنصار تفوق العرق الأبيض، أنت كذاب. زي ما قلتي، ده أحدث حلقة في مسيرة هانسن الممتدة لعقود في بث رسائل الكراهية. الناس الأغبياء دول مش فاهمين، مش مدركين إن ده مش هيوقفها، ده بس هيخليها أكتر وأكتر شعبية. يا جماعة، أنا راجل أسمر، أنا عارف الثقافة دي، الثقافة اللي جاية منها مهري فاروقي والدين، والأيديولوجية اللي هي بتدافع عنهم. ما تثقوش فيها، هي مش مخلصة لأستراليا ولا للقيم الأسترالية. هم بيكرهوا الغرب، بيكرهوا كل حاجة تخص الحضارة الغربية، بيكرهوا ديمقراطيتنا، بيكرهوا حرية التعبير. هم بيستخدموها بس علشان يحققوا أجندتهم. هم مش مخلصين لأستراليا، عمرهم ما يكونوا مخلصين لأستراليا. بص على ده، هي نائبة زعيم المحافظين عندنا، الحزب الليبرالي عندنا. تمام؟ وهم بينهاروا، هم بيدمروا نفسهم بنفسهم زي المحافظين في بريطانيا، وتبدلوا بحزب أمة واحدة. حزب أمة واحدة بقى هو وجه السياسة المحافظة في أستراليا حسب بعض الاستطلاعات، هم الحزب السياسي الأكثر شعبية، وحسب استطلاعات تانية هم متعادلين مع حزب العمال الحاكم. بص واسمع الكلام ده. تعليقات بولين هانسن بخصوص سياسة أستراليا البيضاء. كان في إدانة كبيرة من رئيس الوزراء ووزير الشؤون الداخلية امبارح. أنت بتدين التعليقات دي من بولين هانسن؟ بولين هانسون قالت إن انهيار أستراليا بدأ لما أستراليا ألغت سياسة أستراليا البيضاء. يعني اللي بولين هانسون كانت تقصده إنها لما أستراليا ألغت سياسة أستراليا البيضاء، المجتمع ما بقاش متماسك زي الأول، وإحنا لاحظنا ده. من الظاهر الكلام فعلا شكله عنصري، يمكن يكون فعلا عنصري، بس كمان الحقيقة إن المجتمعات اللي فيها تجانس عرقي بتكون أكتر تماسك. بص على اليابان مثلا. وكمان الموضوع مرتبط بالثقافة، لأن مثلا أغلب الأنجلو ساكسون في بريطانيا ايوه 99% منهم هيكون عندهم نفس القيم. لكن لما تجيب ناس من بلاد حوالين زي ألمانيا أو فرنسا هيكون في شوية اختلافات، لأنهم هيتكلموا لغات مختلفة وكمان عندهم تاريخ مختلف. يعني ممكن ما يبقاش في ترابط اجتماعي قوي، بس بشكل عام هيكون في ترابط أكتر من لو جبت ناس من الشرق الأوسط مثلا. دلوقتي مش بس عندهم لغة مختلفة، دول كمان شكلهم مختلف خالص ونبقوش حتى من البيض. وعشان كده دايما بقول إن العرق هو أكتر حاجة بتوضح القيم الثقافية لأي حد. لو شفت حد من الشرق الأوسط من مجرد شكله هتعرف هو بيتبع أي نوع من القيم الثقافية، إلا لو كان استثناء زي أنا مثلا يعني. تمام؟ فثقافيا هو أقرب للغرب أكتر من الشرق الأوسط بسبب قرار واعي هو أخده. تمام؟ لما أجيب حد من الشرق الأوسط للمملكة المتحدة هيكون أقل تماسك اجتماعيا من الفرنسيين والألمان في المملكة المتحدة، مع أن الفرنسيين والألمان برضو هيكونوا أقل تماسك شوية من الأنجلو ساكسون الأصليين اللي عايشين في لندن. فده اللي بولين هانسون كانت بتحاول تقوله، إن التماسك الاجتماعي في أستراليا بدأ ينهار لما أستراليا لغت سياسة أستراليا البيضاء.
دلوقتي من الواضح إنك ما تقدرش ترجع تاني لأن في استثناءات كتير. هي مش هتطردني أنا، هي مش هتطرد روشان اللي هو الدراع اليمين لأخي يميني، هي فاهمة ده، بس هم بيستغلوا الموضوع ده. هم بيقولوا أوه هي عايزة ترجع سياسة أستراليا البيضاء. لا، ده مش اللي هي عايزة ترجعه. هي بتتكلم من وجهة نظر أكاديمية وبتقول إن المجتمعات اللي فيها تجانس عرقي وثقافي، ولما نقول عرقي يبقى تلقائي ثقافي كمان، المجتمعات دي بتكون أكتر تماسك اجتماعي، وده حقيقة، دي حقيقة سوسيولوجية مقبولة. أيوة فعلا أنا شايفة أنهم كانوا مش ضروريين، وكانوا بيفرقوا الناس، وكانوا بيشعلوا المشاكل، وكمان كانوا ضد الروح الأسترالية تماما. تفتكر التعليقات دي هتتقبل إزاي في أستراليا؟ أنا شايفة بالضبط زي ما وصفتها دلوقتي. لا، هو ده السبب اللي بيخلي بولين رغم كل الكلام الفظيع اللي بتقوله بتفضل تبقى أكتر وأكتر شعبية. إحنا مش بنشتغل بالطريقة دي في استراليا، عندنا تاريخ نفتخر به في التعددية الثقافية، إحنا بلد عظيمة قائمة على الهجرة. إحنا متفقين في التحالف أن الهجرة في ال4 سنين اللي فاتوا خرجت عن السيطرة، الأعداد كانت كبيرة جدا. أنت تقصد إيه؟ إيه اللي تقصده لما تقول إن التعددية الثقافية ناجحة؟ على فكرة رئيس الجلسة ورئيس وزراء أستراليا السابق توني أبوت رئيس الحزب الليبرالي هو فعلا عمل فيديو وقال فيه بصراحة إن التعددية الثقافية فشلت. ده اللي قال إن التعددية الثقافية فشلت. هو ما قالش إن في تعددية ثقافية كويسة أو في تعددية وحشة، لا هو قال التعددية الثقافية فشلت وخلاص، لأنها بقت حقيقة معروفة دلوقتي. الهجرة الجماعية مش بتنفع لو جبت عدد صغير من الناس، لأن مثلا لما جيت في 2003 أعداد المهاجرين كانت قليلة جدا، ناس زي حتى وقتها زي أعز صاحب ليا في الجامعة. طيب مش عايز أخرج على الموضوع، الحوار طول كده. أنت تقصد إيه؟ ليه هي بتقول إن التعددية الثقافية ناجحة؟ بس لو هي فعلا ناجحة ليه ما يكونش فيه هجرة جماعية؟ استمروا في جلب ناس من ثقافات معادية. ليه؟ أنت تقصد إيه؟ لو هي ناجحة يا إما ناجحة يا إما مش ناجحة. المعايير كانت منخفضة جدا، وده لازم يتغير. لو عايزين يكون عندنا مجتمع مزدهر ومتقدم زي اللي دائما حلمنا به واستمتعنا به في أستراليا، لازم نتأكد أن برنامج الهجرة بيخدم بلدنا وبيعزز الإنتاجية، مش بيقلل منها. يعني أنت عايز تحط الإنتاجية في المقدمة مش ثقافة الشخص. يعني هتاخد دكتور من الهند أو اليابان أو إيطاليا أو أفغانستان، يعني في تراتبية بين الثقافات صح؟ ليه؟ لو التعددية الثقافية فعلا بتنفع يبقى واضح كده يا جماعة. ده السبب اللي خلى حزب المحافظين يفشل في بريطانيا والحزب الليبرالي أو التحالف يفشل في أستراليا، لأنهم بيتكلموا بلسانين. توني أبوت بيقول إن التعددية الثقافية فشلت. أنغوس تايلور بينتقد حزب أمة واحدة عشان استخدمت مصطلح الثقافة الواحدة. الكلام ده مش منطقي، دي تصريحات متناقضة. خدوا موقف واضح بقى، يا إما أنت مع التعددية الثقافية يا إما مش معها. الكلام بلسانين مش هينفع. بس إعادة سياسة أستراليا البيضاء مش جزء من ده. إيه رأيك في إن بولين هانسون عملت بودكاست مع تومي روبنسون؟ بصي أنا مش حتكلم نيابة عن بولين هانسون. القرارات اللي تاخدها بولين هانسون إنها تتكلم مع اللي هي عايزاه، أو تسافر برا، أو تقعد في أي فندق، أو تحضر أي عرض أزياء، دي حاجتها الشخصية. اللي أقدر أقوله لك هو أن أنغوس تايلور وأنا طول الفترة دي كنا بنلف في البلد ونتكلم مع أصحاب المشاريع الصغيرة عن إيه المهم بالنسبة لهم، وأقدر أقول لك إن ولا واحد فيهم قال إن سياسة أستراليا البيضاء مشكلة، ولا واحد من أصحاب المشاريع الصغيرة دول قال لي إن منع البرقع فكرة كويسة. اللي بيقولوه إنهم عايزين يشوفوا أسعار الطاقة بتقل، عايزين يشوفوا التضخم تحت السيطرة، عايزين يشوفوا الضرائب بتقل، عايزين يشوفوا روح الإنتاجية والفرص بترجع لاقتصادنا، مش مهتمين بالحاجات اللي بولين هانسون بتتكلم عنها. اللي عايزين يشوفوه هو فرصة ليهم ولعائلاتهم ولشركاتهم إنهم يتقدموا. ده اللي أنا وأنغوس تايلور مركزين عليه وبنتكلم عنه، مش الحاجات اللي بولين عايزة تتكلم عنها. طيب ليه توني أبوت بيقول إن التعددية الثقافية فشلت؟ ولو الناس مش مهتمين بحظر البرقع أو الممارسات الثقافية الوحشية دي، يبقى ليه كده؟ ليه بولين هانسون شعبيتها بتزيد في الاستطلاعات؟ شوفوا كده يا جماعة، نسبة التصويت الأولية لحزب العمال نزل وبقى زي حزب أمة واحدة في أحدث استطلاع نيوزبول. الاستطلاع ده اتعمل امبارح بس يوم 20 يوليو وده اللي طلع.
حزب أمة واحدة بتاع بولين هانسن رجع يكسب دعم في أحدث استطلاع نيوزبول، في حين إن نسبة التصويت الأولية لحزب العمال وصل لمستوى بيعادل أدنى مستوى ليه من ساعة ما أنتوني ألبانيزي كسب انتخابات 2022. لو الناس مش مهتمة بموضوع التعددية الثقافية أو حظر البرقع أو أي حاجة زي كده، لو الناس مش مهتمة بالحاجات دي، يبقى إزاي رمز معاداة الهجرة بقى أكتر سياسي شعبية في أستراليا؟ أنا مش عارف إيه اللي حصل للناس دي. حتى لو كنت متفق مع سياسة بولين هانسن أو لا، تقدر تتفق إن الموضوع بتاع التعددية الثقافية ده بيخلي أستراليا بلد غير مستقرة سياسياً، وده معناه بالتعريف إن التعددية الثقافية فشلت. لأن لو ده ما كانش مشكلة، كان أي حد ممكن يبقى أكتر سياسي شعبية في أستراليا، مش الشخص اللي بيتكلم ضد التعددية الثقافية بقاله 30 سنة. مش شايف أي عيب في المنطق ده. يعني هم جايين على بولين هانسون، بس الموضوع مش هينجح يا جماعة، أكيد مش هينجح. ومش قادر أستنى الانتخابات العامة سنة 2028 عشان لازم نوقف الموضوع من أوله. إحنا مش عايزين نبقى زي بريطانيا التانية.